بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نشوفوا اليوم طريقة تقديم طاجين الشوى القسنطيني على الطريقة التقليدية مع إضافة خفيفة، لأن طاجين الشوى ما يضيفولوش اللحم مرحي. نحنا حنزيدولو لهنا اللحم مرحي. عندنا الملح، فلفل أبيض اللي كان عندك، لما عندكش ديري فلفل أسود بعد تصفي المرق. عندنا السمن وزبدة. نرجعوا هنايا نحطهم يتقلاو ونرجعوا للحم مرحي. رايحين نضيفوا نفس التوابل، فلفل أسود والملح وبصلة وعصرة تاع ليمون. راح نخلطوا هاد المقادير كامل في بعضها ونبداو نكفتوا اللحم مرحي تاعنا. باش ننمو هاد العجنه راح نضيفوا بيضه، نضربوها ونضيفوا بالقليل، ومن بعد ما نلموها كامل نبداو نكفتوا اللحم تاعنا على الشكل هذا. راح نحطوهم نقليوهم بعد ما نكملوهم كامل، نبداو نقليوهم. دونك طاجين شوا شغل تشوي اللحم. دونك هنا بعد ما نشوي هذيك اللحم مرحي كامله ونعاود نرجع للحم اللي كانت في الطنجره، نعاود هي تاني نشويها فوالا على الشكل هذا. ومن بعد عندي المرق بعد ما صفيته، راح نعاود نرجع هذيك الدجاج واللحم والكفته هذيك ونحطهم يزيدوا ياخذوا الطعم تاع المرق، ونشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. هنا بعد ما طابلنا طاجين الشوا بدون اضافات، لا عقده ولا حتى حاجه. هنا اضافه وحيده هي الكفته. الطاجين التقليدي ما فيهش الكفته، في غير اللحم والدجاج. شوفوا كيف طاب كلش طري ما شاء الله. المرق جاء خاطر يعني عاقد وحده من حسن الطياب تاعو. نقول لكم ان شاء الله لوصفات اخرى، صحه فطوركم. دمتم في رعايه الله.